عندي خبر محزن لكل الاهلاويه. هخرج عن ماتش الاهلي وطلائع الجيش ونرجع له بسرعه. بس للاسف استاذ احمد موسى اعلن ان هو مش هيشجع الاهلي تاني. يا الف خساره. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هنروح كاس العالم للانديه؟ ولا نبطل نوقف بنا الاستاد والمدينه الرياضيه؟ اقول لك، نشيل كابتن الخطيب. ولو شلنا كابتن الخطيب هنجيب مين؟ نجيب خالد منتصر ولا نجيب كابتن احمد موسى شخصيا؟ ما تشجعش الاهلي يا عم، عنك ما شجعته، بالعكس هتوفر جدا يعني. انت مين يا عم؟ انت محسسني ان انت كنت كابو في التالتة شمال. ولو مش هتشجع الاهلي عشان احنا بنحب تريكا ما تشجعوش. ده حاجه تفطس من الضحك. ما شجع يا استاذ احمد، انت مالك بالكوره؟ انت راجل معلم قد الدنيا. ايه اللي دخلك في الكوره؟ نسيبنا من استاذ احمد موسى ونرجع للماتش. 3 بونت مهمين قبل المرحلة الفاصلة. بنضغط على بيراميدز اللي انا شايفه متغير للأسف ونفسه شكله طويل. بس المميزات اللي خدناها في ماتش النهاردة ان احنا بنستعيد هويتنا. رجعنا تاني للضغط العالي، رجعنا تاني بنكسب الكرة التانية بسهولة. بمجرد ما بتروح مننا كرة بنعرف نستردها تاني. شكل التشكيل المبدئي اللي كان موجود في الخط الهجومي هايل. باستثناء حسين الشحات، ده انا ليه فقرة معايا. انما سواء كان اشرف بن شرقي، جريديشار، وسام، امام، كانوا هايلين. ثنائية ورا يا رب نفضل شايفينها كده شوية. طوال اشرف داري مع العش. ثنائية حلوة. شوبير ارجوك والنبي يا كولر، والنبي خلينا شوبير والنبي. ده في واحده من رجب عمران في الدقيقه حاجه و30 في الشوط الاول. انا عارف لو الشناوي كان عمل ايه، كان نط من مكانه من الثبات وسحب ايده كده ولقيناها في الجون. فخلينا شوبير كده شويه والنبي. يا كابتن حسين الشحات عنده مشكله. تقريبا التوافق العقلي مع الاوردرات اللي بينفذها ده بجد. يعني انا بحس ان حسين الشحات الوقت اللي لازم يرقص فيه ما بيرقصش، والوقت اللي لازم يباصي ما يباصيش. عامل زي الشخص اللي من غير مناسبة بيضحك في مناسبات ما يضحكش فيها، ومناسبات يضحك فيها بيعيط. ففي ايرور عند حسين الشحات. كابتن محمد هاني زيرو ابتكار. انت بتلعب في الاهلي واساسي منتخب مصر، زيرو ابتكار ده ازاي؟ مفيش. انت بترفع من نص الملعب على نقطة الجزاء، ما بتحصلهاش كمان، ومفيش اي ابتكار. والكرة معروفة مسارها يعني بيزك قوي. ويا ريت البيزك بتأديه حلو. فمحمد هاني وحسين الشحات لازم يراجعوا نفسهم جدا. طبعا امام اللي مندهش وشايف امام ان مستواه قل، امام مستواه ما قلش. امام بقاله حبه بيلعب في مركز ورجع يلعب في مركز تاني. امام كان بيلعب في الهاف او كان بيلعب في الشادو سترايكر، فعلى طول كان موجود في منطقه الجزاء، وهنا كانت بتبان خطورته. امام النهارده بيلعب جنب مروان فبيرجع ورا كتير. فالنفس اكيد مش هياخده ان هو ينفذ كل الادوار اللي كان بينفذها. جراديشيار فوق الهايل فوق الهايل فوق الهايل، خامه يا ربنا يحميك يا رب. اشرف بن شرقي هو ده الكواليتي يا معلم. هو ده الكواليتي اللي الاهلي يستحقه. الله اكبر الله اكبر. اشرف مع الوقت تاني هيبقى احسن من كده. وسام اهدى، ما تتسرعش، كلنا عارفين كفاءتك، كلنا واثقين فيك. هترجع تاني وهترجع هداف تاني. ما تستعجلش علشان ما تحطش على نفسك استرس. لو سمحت، ال7 ماتشات اللي باقيين والله العظيم ما مستاهلين ان الماتش يبقى سهل واحنا نصعبه على نفسنا باننا نعمل كمية اهدار الاجوان دي. والنبي عايزين نخلص المطوشه بدري، لان بيراميدز هيقعد معاك للنفس الاخير. بيراميدز ناويها. وانا كان بالنسبه لي عقبه بيراميدز الكبيره كانت هتبقى سيراميكا. بما ان بيراميدز عدى سيراميكا، المطوشه اللي باقيه بيراميدز هيبقى فيها مرعب ان شاء الله. الدوري احمر. سلام عليكم.